نفسه عماره تقع على اتوبيس الاهلي او النادي الاهلي يولع. يعني ربنا يكفينا شر عينهم وحقدهم وكرههم للنادي الاهلي اللي هو هيفضل كابوس ليهم مدى الحياه. في كل حاجه بقى، في انشاء استاد جديد ومأجرين حته اكتوبر يعملوها باركينج، او كانت بتاعت باركينج هم ياخدوها يبنوها، ومخيلين نفسهم الوضع. وكل شويه يميدوا خالد غندور يقول لك الزمالك بعد كام سنه يبقى من اغنى انديه مصر، وبيهموا نفسيهم. وطبعا امير عزمي مجاهد لما طلع اداهم في حلقه ابراهيم فايق وكلهم قلبوا عليه وغدروا بيه، وهو بيحكي في الواقع. هي دي يا ابني طابونه، وقد تكون مش عايزين نشبهها بالزريبه لان الناس بتزعل برضك من اللفظ ده، بس هي حقيقه كده. دي مش منظومه خالص ولا منظم انبوبه حتى. فاحنا تاني بنأكد يا جماعه الخير، خساره السوبر الافريقي اللي احنا مش عايزين نفتكرها، اللي هي ملهاش اي لازمه او اي تاريخ في حياتنا، مش عايزينها تتكرر تاني يوم السبت الجاي. واحنا بنقول لكولر ده ماتش ب3 نقاط، مع احترامي لاسم نادي الزمالك. الزمالك نفسه يتعادل معاك، هيقول لك فين الصفقات وفين الملايين وفين مش عارف المليارات وفين اللي انتوا صرفتوه. نفسهم اللي انت تخسر اي ماتش. لسان بقى لو كسبوا ماتش زي ده، وانا ما اتمناش وان شاء الله مش هيحصل، هيقول لك ده احنا خدنا كاس العالم للانديه. يا عم ده ماتش ب3 نقط، وانت اصلا 27 نقطه في المركز الثالث واحنا 32 نقطه وبيراميدز 33. هيقول لك لا انا خدت كاس العالم. هو عايز يكسبك باي طريقه.